الا كنتي من عشاق الكريب وما كينجحش معاك، اجي معايا نحضروه بطريقه سهله مهله للمبتدئات، بمقادير بسيطه ومضبوطه، كيجي خفيف ولذيذ بزاف. تبعوا معايا الطريقه. في اناء كنحتاجو الى نص لتر الحليب، ملعقه كبيره ديال السكر، قبصه ديال الملح، ملعقه كبيره ديال الزيت، نص بنانه اختياريه لكن المذاق كيجي روعه، جوج بيضات. كنخلطوا جميع المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي او الميكسور. كنضيف 225 غرام ديال الدقيق، اي ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه، وزائد قشره ديال الليمونه، وملعقه كبيره ديال الزبده دايبه. نتاكدوا من الخليط ديالنا مخلط مزيان باش ما تبقاش في يدك التكتلك. يمكننا نصفيوه في المصفات في واحد المقله ما كتلتصقش، ندهنوها بالزبده ونعملوا الكريب ديالنا يطيب على نار مهيله حتى يطيب مزيان باش ما يجيش من داخل المعجن. المهم كيجي رقيق وما كيجيش معجن من داخل. هذا هو الشكل ديالو من ما طاب. حشيته بالنوتيلا والبنان. المهم الحشوه كتبقى اختياريه. كنزوقوه بخطوط من صوص الشوكولات، العسل، حبة من الفريسة، المكسرات حسب الرغبة اللي متوفر عندك. انا زينته بصوص الشوكولاته وشويه ديال العسل من الفوق وحبة من الفريسة واللوز مهرمش. يعني التزيين كيبقى على حساب كل واحد. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب، كيجي خفيف ورقيق بزاف، ما معجنش من داخل ولذيذ. وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه، وما تنسونيش من اللايك ديالكم، والله يفرحكم، واللي كتمنى شي حاجه الله يحققها لها يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الفيديو اخر ان شاء الله.